Happy anniversary. He's an amazing dad. You almost showed her. Hold on. My wife and 3 kids. Have you told them yet? This is crazy. Look at God, we're going. Woo! Oh, Yeah. so. Oh, what? Call it. What was that? A little pothole. Maxie's been up. Wish that. You're like Jane. Look at. This is my life. Kind of into spontaneous dance. اهلا وسهلا بكل العفاريت وملخص جامد وجديد. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اجدد ملخصاتنا. ويلا بينا على الفيلم اللي بيبدا في معرض كبير لبيع العربيات، والموظف ده اسمه دان، واحد من الاشباح في المبيعات في المعرض هنا، وكل اللي شغالين في المكان مبهورين بيه وبيحبوه. لما بيخلص شغله بيروح على البيت وبيدي لمراته هديه كان جايبها لها بمناسبه عيد جوازهم ال18، وبيتفقوا انهم يخرجوا سوا بالليل. وبنشوف ان عنده 3 ولاد، نيتا اللي بتدرس صحافه وعاوزه تسيبها وتقدم في جامعه في مدينه تانية، وابنه كايل اللي بيبقى شاطر جدا في الالعاب، بس دان بيبقى مانع انه يلعب خالص عشان المذاكره بتاعته. وبيكون ماكس اصغر اولاده واللي لسه بيتعلم انه ياكل لوحده. وبيخرج كايل وبيروح لصاحبه سمير وبيديله فلوس عشان يلعب عنده جيمز في السر، وهنا بنعرف انه محترف ومشهور وعنده الاف من المعجبين. وفي نفس الوقت بيكون دان مع جيسي بيتفسحوا في الملاهي زي كل سنه لانهم اتقابلوا اول مره في المكان ده، وبيفتكروا ذكرياتهم مع بعض. وجيسي بتطلب منه انهم يطلعوا رحله لاي مكان، لكن دان من الخوف بيطلع لها اعذار كتير وبيقول لها مش وقت الرحلات دلوقتي. وفي النهايه مش بيكون موافق على كلامها او انهم اصلا يخرجوا بره المدينه اللي هم ساكنين فيها. وفي اثناء ما هم بيتمشوا بيلاحظ دان ان في مجموعه من الشباب بيصوروه هو وجيسي، فبيروح يطلب منهم انهم يمسحوا الصوره اللي صوروها دي بكل ادب، لكنهم بيتريقوا عليه. وواحد منهم بيرمي عليه العصير اللي كان في ايده، وهو بيحاول انه يتمالك اعصابه وما بيرضاش يعمل اي مشكله معاهم عشان خاطر جيسي. وبيمشي بس طول الطريق بيكون متضايق جدا من اللي حصل له عشان ما خدش حقه من مجموعه الشباب دول، وكان شكله قدام مراته انه شخص ضعيف جدا وملوش اي شخصيه. تاني يوم جيسي بتروح تتدرب في صاله ملاكمه، وبتتعرف على صديقه جديده اسمها جوين وبتساعدها في التدريب. وبالغلط الضربه بتيجي في جوين، فبتعتذر لجيسي وبتاخدها عشان تعزمها على حاجه تشربها. وبتقول لها جوين انها جت المدينه مخصوص عشان تقابل حبيبها القديم. وكمان جيسي بتوري لها صور ولادها، وبتحكي لها ان جوزها شخص رائع جدا، لكن مشكلته انه بيخاف عليهم بزياده لدرجه انه بيرفض انهم يسافروا لاي مكان بره المدينه بتاعتهم. فبتدي لها جوين كارت ممكن يجيب لهم تذاكر بسعر كويس لو فكروا في يوم من الايام يسافروا بره المدينه. وبتدي لها الكارت وبتقول لها تستغل الكارت ده على قد ما تقدر، وبتسيبها وبتمشي. في نفس الوقت بيكون دان بيشتري حاجات للبيت من السوبر ماركت ومعاه ماكس ابنه، وبيظهر شخص جاي ناحيته، فبيقرر دان انه يضربه. بيقدر انه يتغلب عليه بسرعه، والناس بيكونوا مبهورين بمهاراته في الفنون القتاليه. بعدها بياخد ابنه وبيمشي بكل هدوء وكانه ما عملش اي حاجه في السوبر ماركت ولا كسر الحاجات ولا الرفوف. وبيرجع للبيت بسرعه وبيسيب ماكس وبيروح عند السلالم بتاعت البيت، وبيفتح خزنه سريه هو اللي عاملها، بيطلع منها شنطه فيها اسلحه وفلوس كتير وجوازات سفر ليه هو وعيلته، وبيلاقيها للاسف كلها منتهيه. فبيكلم واحد من اصدقائه القدام وبيقول له انه ماك ورجالته عرفوا مكانه، وانه عاوز يعمل جوازات سفر جديده لعيلته عشان يهرب بيهم وبسرعه. وبنعرف ان ماك رئيس منظمه سريه، ودان كان شغال معاه من زمان وكانت وظيفته قاتل مأجور، بس بعد ما سابه واختفى اختار انه يغير حياته كلها ويبدا من جديد. وبيعرض دان على اوجي $500,000 عشان يخلص له الجوازات في اسرع وقت ممكن. فبيوافق اوجي وبينصحه انه يعترف لعيلته بالحقيقه بتاعته عشان يرتاح. فبيقول له دان انه هيعمل كده فعلا، بس اول ما يبقوا في امان بعيد عن رجاله ماك، وده عشان يعرف يفهمهم الحقيقه ويقدروا انه يقتنعوا بيها ويتعاطفوا معاه. وعلى طول بياخد ابنه ماكس وبيروح لبنته نيتا في الجريده بتاعتها، وبيتفاجئ انها سابت الشغل من 3 شهور من غير ما هو يعرف. وبيسال زميلتها لو تعرف مكانها، لكن ما بترضاش تقول له، بس هو بيعرض عليها فلوس وبتقول له على طول على المكان. ولما بيروح لها بيلاقيها قاعده مع مجموعه من صحباتها تحت مدرجات ملعب البيسبول، وبيتضايق انها خبت عليه خبر انها سابت الجريده من فتره، لكن مش بيكون في اي وقت ان هم يتناقشوا فيه. وبيسالها عن مكان اخوها هو فين وبسرعه، وبيتعرفوا انه
يذاكر عند سمير صاحبه، وبيروح فعلا لكن بيتفاجئ بالمكان اللي هو بيلعب فيه، وبرده مش بيكون في وقت لمناقشه اي حاجه من الهبل اللي ولاده بيعملوه. وبيركبوا العربيه كلهم، وفي الطريق بيقول لهم انهم هيطلعوا رحله لمدينه فيجاس، وبيروح لجيسي عشان ياخدها ويفاجئها بالرحله دي انهم هيسافروا وبسرعه جدا. فبتتحمس جدا لكلامه وبتفرح انها هتسافر اخيرا بعد ما كانت عايشه ومقرره انهم مش هيخرجوا من المدينه مدى الحياه. وبيتحركوا بالعربيه من الجراج، لكن قبل ما بيخرجوا بيلاحظوا ان في عربيه بتراقبهم، وبعد شويه بتبتدي تطاردهم. فبيسوق دان بسرعه وبياخد طريق تاني، وجيسي والولاد بيستغربوا من سرعته، لكن هو بيقول لهم ان ده طريق مختصر هيوفر لهم وقت كتير جدا، وانه متحمس اكتر منهم للرحله. لكن العصابه اللي وراه بيكونوا مستمرين في ان هم يطاردوه عشان يمسكوه هو وعيلته. فبيعرف دان انهم حاطين جهاز للتتبع في العربيه بتاعته. وقتها بيقول لعيلته انه هيعدي على الشغل بتاعه يسال على حاجه هناك، ولما بيتضايقوا من كلامه بيقول لهم هروح بس اسال على حاجه بسرعه وهنمشي. وبيدخل دان بالعربيه بتاعته للورشه وبيرفعها، وبيلاقي فعلا جهاز تتبع في العربيه بتاعته وبيشيله. وقتها بيكونوا الناس اللي بيطاردوه بيدوروا عليه، فبيستخبى، وبعدها بيخرج لواحد من زمايله في الشغل وبيحط جهاز التتبع في العربيه بتاعته بدل عربيه دان، وبيقول يا ريت تطلع باقصى سرعه وتجرب العربيه اللي معاك عشان حلوه جدا. وبياخد بعدها عيلته وبيبدا رحلته. لما بيلاقي جيسي ماسكه تليفونها وبتكتب عن الرحله بتاعتهم على السوشيال ميديا بيتوتر اكتر وبيتضايق ان الخطه بتاعته هتبوظ، وبياخد كل التليفونات اللي معاهم وبيرميها، وبيتصدموا ولاده من تصرفاته. لكن هو بيبرر ان اللي هو عمله ده بيساعدهم ان يكون ذهنهم صافي جدا للرحله ويستمتعوا بكل لحظه فيها. وبيروح عشان يشتري خريطه عشان تدله على الطريق، وبنشوف مايك اللي بيوصل لبيت دان وبيفتشه هو ورجالته، وبيحاولوا عن طريق حساب البنك يعرفوا مكانه. لكن دان بيكون ذكي وما بيستخدمش اي بطاقه ائتمانيه ليه، وكل حاجه بيشتريها كاش عشان محدش يقدر يوصله ولا يعرف مكانه فين. وماك بيطلب من رجالته انهم يدوروا عليه في كل الطرق ويجيبوه باي طريقه. وبالليل بيروح دان لفندق على الطريق عشان يباتوا فيه، ونيتا وكايل بيكونوا متضايقين ان تليفوناتهم مش معاهم. وبتيجي بنت من معجبين كايل اللي مشهور على الانترنت وبتطلب تتصور معاه. ودان بيدخل الحمام وبيمرن نفسه على الكلام اللي هيقوله لجيسي، وانه يعرفها ازاي حقيقته اللي كان مخبيها عليها طول الفتره اللي فاتت. ولما بيخرج بيلاقي البنت اللي بتتصور مع كايل، وبيعرف منه انها هتنشر الصوره دي على الانترنت. فبيقول لجيسي انه لقى كل الغرف بتاعه الفندق محجوزه وهيضطروا يتحركوا لمكان تاني وبسرعه. وفي الطريق بيناموا كلهم في العربيه ما عدا ماكس الصغير، وبيبقوا حاطين الهاند فري وبيسمعوا مزيكا. ودان بيشوف رجاله ماك مراقبينه من فوق الجسر وبيتحركوا وراه بالموتوسيكلات. ولما بيشوفهم بيقرر انه يرفع صوت الموسيقى في العربيه لاولاده ومراته عشان ما يسمعوش اي حاجه من اللي هتحصل. وبيطلع سلاح وبيحط عليه كاتم صوت، وهم بيطاردوه وبيضربوا عليه نار. لكن دان بيبقى محترف وهو بيستخدم السلاح بتاعه وبيقدر انه يتخلص من كل واحد فيهم. وابنه ماكس بيكون مبسوط جدا وبيسقف له على اللي هو بيعمله. اما جيسي والولاد بيكونوا نايمين ومش حاسين باي حاجه، ولما بيصحوا بيلاقوا دان وصل لمدينه ايوا. وهنا نيتا بنته بتقول لهم انهم قريبين من جامعه صديقها ريف وممكن تروح تزور وتتفرج على الجامعه. فجيسي بترفض على عكس دان اللي بيشجعها وبيقول لها مفيش مشكله، وبيروحوا كلهم معاها وبيبداوا جولتهم. وبيطلعوا للمكتبه. وقتها بيظهر واحد من رجاله ماك وبيصوب سلاحه على دان، فبيرمي عليه شنطه وبيدخل معمل، والراجل بيدخل وراه وبيدخلوا مع بعض في معركه قتاليه قويه جدا. وبيكسر المعمل كله، لكن في الاخر بيقدر دان انه يتغلب عليه. بعدها بيرجع لعيلته وبيعرف من جيسي ان بنته راحت لتريفورد عشان تسلم عليه قبل ما تمشي. بنشوف نيتا اللي بتتصدم لما بتعرف ان تريفورد بيخونها، وبترجع لاهلها وهي منهاره ومصدومه. فبيتضايق دان جدا عشانها وبيعرفها على حركات يابانيه تقدر بيها تنتقم من صديقها من غير ما تسبب له اي اصابات. وبترجع فعلا نيتا وبتستخدم الحركات دي وبيتألم صديقها، وبتكون مبسوطه لما بترجع لابوها وبتقول له ان هي نفذت كل اللي هو قال لها عليه. وبيتحركوا بالعربيه عشان يكملوا رحلتهم، ونيتا بتسوق مكان ابوها عشان يستريح شويه. وبتعرفوا انها ترجع للجريده تاني وتكمل دراستها في الصحافه، فبيشجعها وبيقول انه فخور بيها وهيساندها دايما طول الوقت. وفي اخر اليوم بينزلوا في فندق على الطريق عشان يستريحوا. تاني يوم بيتصل دان بصديقه وبيأكد عليه الميعاد في فيجاس عشان يستلم منه جوازات السفر ويقدروا يهربوا في اي وقت لو العصابه حصرتهم. وبيبقى واخد التليفون وبيتكلم فيه من واحد قاعد في المطعم وبيرجعه ليه من غير ما يحس بيه. وبيفضل دان يمرن نفسه انه ازاي هيصارح جيسي بالحقيقه. لكن وقتها ابنه كايل بيفاجئه وبيحاول انه يتكلم معاه وبيقنعه انه يسمح له يلعب الالعاب اللي هو بيحبها بحريه. فبيتفق مع دان انهم هيلعبوا سوا، ولو كايل كسب هيسيبه يلعب، لكن لو دان اللي كسب مش هيلعب كايل الالعاب دي مره تانية في حياته. وفعلا بيروحوا يلعبوا مع بعض، وبيقدر دان انه يغلب ابنه كايل بمنتهى السهوله. وده بيضايق كايل جدا
لكن دان بيقول له انه كان سعيد ومستمتع باللعبه دي وانه هيسيبه يلعب الالعاب اللي بيحبها بعد كده. وبيكملوا رحلتهم وبيوصلوا لمدينه فيجاس، ودان بياخدهم لفندق كبير وبيحجز لهم جناح، وجيسي والولاد بيبقوا منبهرين بكل حاجه في المكان والمدينه ومبسوطين على الاخر. وبيسيبهم دان وبينزل عشان يقابل صديقه اوجي اللي بيسلمه جوازات السفر، ودان بيسلمه الفلوس وبعدها بيحضر نفسه وبيشيل معاه سلاح وبياخد جيسي عشان يخرجوا يتعشوا بره. وبينبه على اولاده انهم ما يخرجوش ابدا من الجناح وياخدوا بالهم من ماكس لحد ما يرجعوا لهم تاني. لكن اول ما بيخرجوا كايل ونيتا بياخدوا ماكس وبيخرجوا هما كمان، وبيظهر واحد من رجاله ماك وبيراقب دان وجيسي، وكايل ونيتا بيتمشوا وسط الاحتفالات وبيكون معاهم ماكس وبيرقصوا. وبعدها بيروحوا صاله الالعاب، وهناك كايل بيقابل كل المحترفين في الالعاب اللي يعرفهم. في نفس الوقت بيكون دان قاعد مع جيسي وبيجي لهم واحد من المطعم بيتكلم بالفرنساوي. وقتها دان بيقرر انه يرد على الويتر ده بالفرنساوي بلهجه قويه جدا، وبتتفاجئ جيسي انه بيعرف يتكلم لغه تانية بشكل اسطوري وهي ما تعرفش عنه الحكايه دي. فبتجيله فكره انه يتكلم معاها ويعترف لها بكل اللي هو عمله باللغه الفرنسيه، لكن هي مش بتبقى فاهمه اي حاجه من كلامه. بس هي بتكون سعيده وبتقول انها مش مصدقه انها حققت حلمها وسافرت معاه بره المدينه اللي كانوا عايشين فيها. وبنروح لنيتا وكايل اللي بينضموا لباقي الفريق وبيلعبوا معاهم في مسابقه كبيره جدا، وواحده من الفريق بتبقى مراقباهم. في الوقت ده بيتصل دان عشان يطمن عليهم لكن ما بيردوش، فبياخد جيسي وبيطلع لهم الجناح، وجيسي بتلاقيهم نايمين، لكن في الحقيقه انهم بيكونوا حاطين المخدات مكانهم عشان يوهموا دان وجيسي انهم نايمين في الجناح. وبيقف دان عند البلكونه وفجاه بيلاقي اشعه ليزر عليه، وبيبقوا رجاله ماك اللي اقتحموا الجناح وبيضربوا عليه نار. فبيدخل معاهم في قتال قوي جدا بالسلاح، وبيقدر يخلص على 2 منهم، والتالت بيمسك جيسي وبيهددوا بيها، لكن بيقدر دان انه يخلص عليه باحترافيه بسكينه كانت في ايده وبسرعه وبدقه عاليه. وبتعرف جيسي ان جوزها متورط مع عصابه، وبتدخل جيسي عشان تصحي ولادها لكن بتلاقيهم مش موجودين، وبتعرف انهم موجودين في صاله الالعاب، وبتروح لهم هي ودان. وبيقدر كايل انه يكسب في المسابقه دي بمهاره عاليه جدا، والكل بيهتف باسمه. وبتوصل جيسي ودان وبياخدوهم من الصاله، ودان بيقول لاولاده انهم لازم يمشوا من هنا وبسرعه جدا، وبيعترف لهم بحقيقه شخصيته وانه كان شغال مع رجاله ماك قاتل مأجور من زمان وباقي تفاصيل حكايته. لكن كايل ونيتا بيضحكوا على كلامه وبيقولوا له بلاش تهزر في الوقت ده، مش معنى ان احنا في رحله ان انت تقول لنا الكلام ده. وفجاه واحد من رجاله ماك بيضرب عليهم نار، فبياخد دان عيلته وبيبعد، وبيرجع لهم عشان يشتت انتباههم، وبيقدر يخلص عليهم وبياخد عيلته وبيبعد عن المكان كله بسرعه. وبيعرفهم ان اسمه الحقيقي شون، وانه لما كان عنده 18 سنه ابوه دخله الجيش، وبسبب مهاراته القتاليه العاليه كان في القوات الخاصه. بعد كده اتعرف على ماك، وكان ماك عميل سابق في القوات الجويه، وجندوا مع باقي الفريق عشان يقضوا على المجرمين اللي الحكومه ما بتقدرش انها توصل لهم. بس ماك كان جشع جدا وطماع، وابتدى يشغلهم مرتزقه، وهو كان رافض الحكايه دي، ودلوقتي هم عاوزين يخلصوا عليه. وهنا بتعرف جيسي هو ليه كان خايف عليهم طول الوقت ومش عاوزهم يسافروا لاي مكان بره المدينه اللي هم موجود فيها، ومش مخلي كمان ولاده عايشين حريتهم زي اي شباب في سنهم. فبيقول لها دان انه هيديهم جوازات السفر باسامي ومهن جديده، ولازم يسافروا بلد تانية. فبيتضايق جدا كايل من ابوه، بيقول له انت دمرت حياتنا، وبيديله الجواز هو ونيتا. وجيسي بتتضايق اكتر وبتقول له انه خدعها طول الوقت وانه غشاش، وانها كانت عايشه مع واحد ما تعرفش عنه اي حاجه، وكمان لما سافر بيهم كان عارف انهم معرضين للخطر وما قالهمش اي حاجه ولا عرفهم عشان ياخدوا احتياطهم. وبتعرفوا انها هتاخد ولادها وتمشي، وانه بالنسبه لهم دلوقتي شخص غريب عنهم. وبتتصل بجوين وبتطلب منها انها تساعدها عشان تسافر هي واولادها في اسرع وقت ويرجعوا للبيت. تاني يوم الصبح بتمشي وما بترضاش تقول لدان على المكان اللي هم رايحين فيه، وبتطلب منه انه يبعد عنهم. وبتروح لجوين اللي بتكون مستنياها وحاجزه لهم طياره خاصه يركبوا فيها كلهم. وبتتكلم جوين مع جيسي وبتعرفها انها قدرت توصل لحبيبها القديم، وتعرفت كمان على مراته، وقدرت انها تكسب ثقتها عشان توقعها في الفخ وتنتقم من حبيبها لانه سابها واتجوز الست دي، وكمان خلف منها 3 ولاد. لكن جيسي وقتها بتركز في الكلام قوي وبتاخد بالها ان جوين تقصدها هي، فبتقرر انها تنزل هي والولاد من الطياره. لكن بتتفاجئ من اللي بيحصل، وجوين بتبقى واحده من ضمن فريق ماك، واللي بيتصل بدان وبيعرفوا ان عيلته معاه، وبيقول له لازم يقابله لو عايز ينقذهم ويكملوا احياء. وبيحدد لدان المكان، وبيبقى مبنى مهجور ورجاله ماك بيوصلوا ليه. وبنكتشف هنا ان ماك يبقى ابو دان شخصيا، وجيسي والولاد بيتصدموا لما بيعرفوا ان الراجل ده يبقى جد الولاد. وماك بيعرض على دان انه يشتغل تاني معاه مقابل انه يسيب عيلته تعيش، بس مش هيتواصل معاهم تاني ولا كأنهم موجودين في الحياة. فبيرفض دان طلبه، وهنا ماك بيقرر انه يقول لجوين انها تخلص منهم وتبدأ بجيسي. فبتوافق وبتطلع مسدس عشان تموت جيسي، لكن دان بيغير رأيه وبيقول له موافق اعمل اللي انت عايزه. وقتها ماك بيخلي واحد من رجالته يوصل عيلة دان للمطار.
عشان يرجعوا للبيت، وقبل ما بيمشوا بيقول لهم انه بيحبهم كلهم. ونيتا وكايل اللي اتكلموا مع عمهم في الاسانسير عشان يشوفوا طريقة ينقذوا بيها ابوهم، خصوصا انه مجبر على اللي بيعمله بسبب ابوه المجرم الخطير، وان مفيش حد هيقدر يحميهم غيره. وهنا جيسي بتمثل انها بتغير الحفاضة بتاعت ماكس وبتحطها في وش الراجل اللي كان معاهم في الحراسة، وبتزقه برا الاسانسير وبتوقعه من على السلم، وبتاخد السلاح وبتروح مع الولاد عشان ينقذوا ابوهم. وماك بيتحرك وبيقول لجوين ودان يحصلوه، واول ما بتوصل جيسي والولاد بيكون دان قدر يتغلب على جوين ويخليها تفقد وعيها، وبيعتذر لجيسي عن كل اللي حصل، وبيقول لها انه كان خايف انه يخسرها لانه بيحبها جدا، وبيقول لها ان اللي بيحصل ده مش هيتكرر مرة تانية. وبيستخدم الطيارة الدرون في المراقبة وهو بيسيطر على جوين، وبيراقب ماك وبيلاقيه راجع لهم تاني هو ورجالته. فبيطلب من جيسي انها تطلع على سطح المبنى وتستخبى مع الولاد، وبيطلب من كايل انه يتواصل معاها عن طريق السماعات ويراقب العصابة ويقول له على كل تحركاتهم. وفعلا كايل بيبتدي يعرف ابوه تحركات ماك ورجالته، ودان بيصطاد فيهم وبيخلص عليهم. وماك بيعرف ان كايل معاه طيارة درون، فبيتكلم مع جوين اللي بتستعيد وعيها وبيطلب منها تدور على كايل وتتخلص منه في اسرع وقت. وبتسمع جيسي صوت الاسانسير طالع، فبتخبي اولادها وبتصوب السلاح على الاسانسير وبيكون فاضي، وبتجيلها جوين وبيفضلوا يضربوا في بعض. وكايل بيفضل يحذر ابوه بيوجهه، وبيقدر دان يتغلب على كل افراد العصابة، لكن ماك بيضرب الطيارة والدرون بيتدمر. وبنرجع تاني لجيسي وجوين وهم بيضربوا بعض، وبيبان على جوين انها اقوى منها بكتير، لكن جيسي بتقدر تتخلص منها وبسرعة. ودان بيدخل مع ماك في قتال عنيف جدا، لكن ماك بيكون قوي وما بيقدرش دان يتغلب عليه بسهولة، وبيصوب ماك السلاح على دان عشان يخلص عليه. وقتها بتيجي نيتا مع امها واخواتها وبتتكلم مع جدها وبتحاول انها تستعطفه، لكن في الحقيقة بتكون بتشتت انتباهه عشان تدي فرصة لابوها يتغلب عليه. وفعلا دان بيقدر يخليه يفقد وعيه وبياخد عيلته وبيهرب، وبيخرج بيهم كلهم من المكان وهم فرحانين بالمغامرة اللي عاشوها. وبتكون الشرطة وصلت وبتقبض على ماك وباقي رجالته. وبعد 6 شهور بيفتح دان شركة امن كبيرة وبيشغل صاحبه اوجي، وجيسي بتشتغل مدربة العاب رياضية، وبيسمح دان لكايل انه يلعب الالعاب بتاعته كلها براحته. وبيقرروا كلهم انهم يطلعوا رحلة تانية من جديد، وبياخد دان التليفونات منهم عشان يستمتعوا بالرحلة من غير اي اجهزة، والمرة دي بيبقوا كلهم موافقين، وبيبدأوا رحلتهم وهم مبسوطين بالمغامرة اللي غيرت حياة دان وحياتهم هم كمان. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم اجدد واجمد ملخصات عفريت افلام.